السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى صحيت من النوم كده، حبيت ان انا اشارك معاكم روتيني النهارده. هعمل وصفه حلوه جدا للشتاء، او بعملها يعني مع بدايه الخريف، وهي مربى الجنزبيل بالليمون. حلوه جدا، عملتها معاكم الشتاء اللي فات، بس النهارده هعمل فيها شويه تغييرات كده. اول حاجه صحيت من النوم كده، كان اليوم بتاع الماسك وتقشير بشرتي. اول حاجه استخدمت المؤشر، وبعدين ده ماسك طبيعي عاملاه، عبارة عن صبار وخيار بس. ضربهم بالهاند بلندر كده، وحطهم في العلب اللي هي بتاعت الايس كريم دي. وبستخدمه كده وهو متلج على بشرتي، بحط طبقة خفيفة كده منه، وبسيبه بقى لحد ما ينشف تماما، وبعدين اقدر ان انا اغسل وشي بعد منه. يعني بسيبه حوالي نص ساعة كده. حلوة جدا فكرة الماسك الطبيعي، تحطيها كده في العلب اللي هي بتاعت الايس كريم دي، وتستخدميها كده، بتبقى حلوة قوي. ووريتكم كده ورا الباب، جبت العلاقة الجديدة ديت. عملية جدا، وافادتني بصراحة. بقيت اللي انا اعلق عليها الهدوم كده ورا الباب، زي ما تكون كأنها في الدولاب بالظبط. ودلوقتي بقى عملت خبز سوردو من بالليل، وصحيت دلوقتي حبيت ان انا افطر بيه كده، يكون سخن طازة يعني. فهسويه بقى معاكم. حطيت كده في الحلة، بحط كده ورق زبدة تحت رغيف العيش، وبحط شوية مية سخنين او مية بتغلي يعني تحت منه، علشان البخار ده يطلع كده وهو بيستوي، ويعمل طبقة مقرمشة من بره، ويكون طري حلو من جوه. هعمل دلوقتي كده، هقول لكم هعمل ايه. بس في الاول طاسه كده، حطيت فيها معلقه من الزبده، وشويه كده نص معلقه من الثوم، ونص معلقه من الشطه الحمراء الحراقه. ده هدهن بيه الخبز بتاعي اللي انا هفطر بيه. بعد ما يستوي هقطعه وادهن بيه الخبز. بيكون طعمه حلو جدا. تخيلوا كده، خبز سوردوه لسه سخن وطازه من الفرن، يدهن كده بطبقه من الزبده والثوم، وتحط عليه بقى اي حشو. انا حبيت ان انا احط عليه برجر فراخ. شويت واحده كده على الجريل على البوتاجاز لحد ما الخبز يستوي. وهنا هعمل معاكم بقى مربى الجنزبيل. قشرت كده قطعه من جنزبيل، بافضل تقشير للجنزبيل بالمعلقه. السكينه بصراحه بتهدر منه كتير، ما بتعرفيش توصلي لاماكن كده معينه في قطعه الجنزبيل، فالمعلقه افضل حاجه. وبعدين بشرته بالمبشره زي الشيبس كده. الوصفه دي حلوه جدا، انا ما بستغناش عنها في مطبخي طول فصل الخريف والشتاء. حلوه جدا ولذيذه كده، اي دور برد، اي شويه احتقان، اي مشروب دافي كده عايزه تشربه تتدفي على طول. معلقه في كوبايه وشويه ميه سخنين، ويكون جاهز عندك. حطيت الجنزبيل عليه حوالي 5 6 ليمونات متقطعين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حلقات كده. وطبعا وانا بقطع بطلع منه البذر اللي في الليمون. وحطيت بقى الاضافه الجديده اللي انا ما حطيتهاش قبل كده، هي نص معلقه من القرنفل. هحط المربى بتاعتي دي على النار، هوطي عليها خالص، وهغطي لحد ما تنزل السوائل بتاعتها. الليمون هينزل كده، عصارة الليمون والجنزبيل كمان، وهتبقى مستوية، فهيطلع النكهة اقوى. حطيتها على النار علشان تطلع النكهة بتاعت الليمون والجنزبيل اقوى. تقدروا تضيفوا عليها العسل زي ما هضيف كمان شوية على طول، من غير ما تحطوها على النار. بس حبيت تنزل النكهة بتاعتها تكون قوية، والجنزبيل مع الليمون كده يبقى ميكس كده مع بعض. ده الخبز بتاعي بعد ما طلع من الفرن، بوريكم بقى ازاي هو هاشش، والطبقه اللي بره كده مقرمشه، وريحته خطيره خطيره. انا الخبز ده بقى عشق يا جماعه كده عندي، بحبه قوي. غير اللي هو بيشبع ومفيد للمعده عشان فيه بكتيريا نافعه للمعده، كمان طعمه وريحته يعني هتلاقوه معايا دايما في الشتاء. جبت بقى الخبز بتاعي كده ودهنته بالثوم والشطه والزبده. على فكرة التوم بالزبدة على الخبز ده خطيرة. هي هنا غامقة علشان الشطة الحمرا كتير، فاتحمصت كده وغمقت معايا الصوص كله. والبرجر بتاعي كانت خلاص، شريحة البرجر استوت. هبدأ ان انا اوزعها كده اوزعها كده على شريحة الخبز بتاعتي. هنا كنت بحضر الفطار ليا انا وبنوتي قبل ما تروح المدرسة. حبت اللي هي تفطر كده اليوم ده، لان هي بالعادة اولادي ما بيفطروش الصبح يعني. بيعتمدوا على سندوتشات المدرسة ايام الدراسة. حتى لو هيروحوا فترة مسائية، برضو ما بيفطروش الصبح، بيروحوا يفطروا بالسندوتشات بتاعتهم هناك. هبدأ ان انا هنقل كده سندوتش كده علشان اقدر ان انا احشي بقى بقية السندوتشات، اشوف هعمل فيها ايه. انا بحب البسطرمة، بقالي فترة كده باكلها نية.
في ناس منكم هتستغرب وفي ناس هتبقى عارفة اللي هي اوقات عادي بتتاكل نية، فهي مش نية، هي طبعا احنا آم، حاطين محطوطة في ملح كده، مستوية بالملح، يعني زي السردين المملح عندنا، زي الفسيخ، زي اي حاجة بتحطي عليها ملح وهي نية وبتاكليها. فبعد المصيف بتاعي السنة دي آه لقيت ناس كتير جدا بياكلوا بسطرمة نية، حتى في السوبر ماركت وانا بشتريها كان بيعرض عليا ان انا ادوقها الاول يعني قبل ما اخدها. فانا استغربت يعني اللي هي بتتاكل نية، فلقيتهم على الشاطئ كده بيعملوا سندوتشات جبنة بالبسطرمة من غير ما تكون مستوية، فحبيت ان انا اجربها، ومن ساعة التجربة دي وانا عشقتها بصراحة، يعني بقيت بحبها جدا جدا جدا. آه هعمل بقى دلوقتي كوباية شاي بالنعناع. خبز سخن وفطار كده الصبح لازم كوباية الشاي معاه. هعمل لبنوتي عصير، يعني هصب لها هي عصير، مش هخليها تشرب شاي الصبح. وده كان فطرنا. وتعالوا بقى نشوف مع بعض مربى الجنزبيل بتاعتنا هنعمل فيها ايه. زي ما قلت لكم، اختياري ليكوا انتوا. تقدروا تحطوا الجنزبيل والليمون كده على النار لحد ما يستوي شويه وطعم الليمون كده ينزل منه، او العصاره دي تنزل كده وتبقى قويه، او تضيفوا عسل على طول زي ما انا هضيف دلوقتي. لو فاكرين الوصفة اللي قبل كده كنت بحط برضو شرايح الليمون والجنزبيل بس معاهم سكر بني واحطهم على النار لحد ما يستووا زي المربى بالظبط. بس المرة دي حبيت ان انا اعمل نسخة تانية بس بالعسل النحل، تكون افيد واحسن. مرضتش اضيف العسل على النار طبعا علشان ما يفقدش القيمة بتاعته، فسبت المربى بتاعتي او الجنزبيل والليمون ده يهدى كده شوية، وبعدين رحت ضايفة عليه العسل النحل. الوصفة دي بقى تاخدوا كده معلقة من العسل ده على شوية ليمون كده وجنزبيل قطعتين في مج بقى الصبح مع شوية مية دافية، تبقى خطيرة. ومش مية دافية بس، كمان تقدروا تستخدموها مع الصودا، يعني لو بتجيبوا صودا كده تقدروا تضيفوا معاها الجنزبيل بالليمون، هتكون منعشة وحلوة قوي. حطيت كمان عود قرفة كده معاها، وبس كده هي دي مربى الجنزبيل بتاعتي. هغطيها كده بالعسل كويس من على الوش، وهحفظها في التلاجة تقعد معاكم فترة طويلة جدا جدا جدا. انا ما بستغناش عنها حرفيا في تلاجتي، يعني طول الخريف والشتاء هتلاقوها موجودة عندي. مش عايزة اوصف لكم بقى جمال وحلاوة ريحة المطبخ بتاعتي اليوم ده، يعني ريحة خبز سخن مع ريحة جنزبيل وليمون مع ريحة توم متحمص كده بالزبدة. كان ريحة المطبخ يعني ميكس كده خطير، كله ميكس بيدل على خلاص احنا دخلنا في فصل الشتاء كده وفي الخريف. حبيت ان انا اشارك معاكم كمان بعض كده من مشترياتي اللي انا اشتريتها للنظام الغذائي اللي انا ماشيه عليه. طبعا انا مش ماشيه على المسطره، يعني شويه بمشي تمام وشويه بعك، بس يعني بنخلي العك قليل شويه عن قبل كده. جبت مكرونه شوفان من لينو، وكمان جبت من رجب العطار فريك. كان في نوع فريك نفس نوع الماركه اللي انا جبت منه البرغل، هوريهولكوا دلوقتي. بس بصراحه لقيته غالي جدا، يعني كان الكيلو عامل 450، فانصدمت لما شفته. قلت لا، ده هو عايز يجي يعني لما اجي اشتريه لوحده ما يكونش معاه اي مشتريات، هو بس كده كيلو فريك ب 450، بس علشان كان فريك مكتوب عليه فريك اخضر محمص. ففريك الاخضر انا عرفت اول مره اعرف بقى اللي هو البرغل والفريك ليهم الوان، يعني برغل ده داكن، برغل احمر هو مصنوع من القمح الناعم الاحمر. اول مره اعرف اللي فيه برغل احمر، يعني انا دايما بجيب البرغل وكمان طحن حجري تقليدي تمام. اول مره اجيب البرغل الاحمر، على طول كنت استخدم برغل اصفر عادي خالص. شايفين ده لونه؟ حتى الفريك اكتشفت كمان اللي فيه فريك اخضر غير الفريك اللي انا جايباه ده البني. آه بس بيشبعوا جدا جدا جدا. هي سعراتهم الحراريه لما تيجي تقارنيهم ما بين الرز او المكرونه او كده، مفيش اختلاف كتير في السعرات، بس الفرق في الشبع، وطبعا حاجات صحيه احسن يعني. جبت ده كمان بليله او غله من كاي بالبروتين وبالتوابل الشتويه بقى بالتوابل اليقطين.
فتحته كده علشان كان عندي حب استطلاع بصراحة قبل ما اسويه اعرف هو شكله عامل ازاي من جوه. طلعت غلة عادي خالص، هي غلة عادية خالص. الكيس ده كان عامل 46 جنيه. هي غلة عادية خالص، الوزن بتاعه 300 جرام بس. المختلف الاضافات، الكيس اللي هينضاف عليه ده. هجهزه معاكم بقى للعشاء ونشوف طعمه عامل ازاي. ده المنتج بتاعنا او يعني البليلة بتاعتنا هنجهزها. مكتوب عليه 25 جرام بروتين في كل 100 جرام من البليلة. والكيس ده 300 جرام. حطيتها كده هنا في المية، مكتوب عليها اللي انت تحطي عليها كوبايتين كبار من المية وتسيبيها لحد ما تستوي لمدة نص ساعة. طبعا انا زودت المية شوية لحد ما استوت تماما معايا. وده شكلها بعد ما استوت. هضيف عليها كيس البهارات اللي معاها ونشوف بقى طعمها عامل ايه. هغرف بقى معاكم شويه كده هدوقهم معاكم. هي طعمها بليلة عادي خالص يعني زي اللي احنا متعودين اللي احنا بناكلها. بس الطعم اللي واضح فيها قوي هو القرفه والجنزبيل. هي طبعا بهارات اليقطين بيكون فيها قرفه وجنزبيل. فانا بالنسبه لي طعمها عادي زي اللي احنا بناكلها، بس فيها نسبه بروتين عاليه لان البودره اللي انا ضفتها دي او التوابل دي طبعا توابل مع اضافه بروتين. اشوفكم تاني على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.